قالوا لي ديري لنا عشاء كيما تاع المطاعم، ودرت لهم واحد البلا بزاف بنين، واحد لاصوص وواحد البرغل اللي يجي على حبه مجمر مع كوردون بلو. غير سجلوا الوصفه وتبعوني نكملوها للاخر. الحاجه الاولى نجيبوا شرائح تاع الاسكالوب، خرجي زعافك، خبطوهم مليح حتى وين يرقاقوا، نديروا لهم ملح فلفل كحل وندهنوهم بالموتة. درت لهم غير الجبن تاع الشرائح، ما نحبش في الصيف ندير الباتي لداخل، ولا نحبوا هكذا يجي سامبل، وحطوهم في المجمد. والبرغل دائما تسقسوني على ماركه تكون مليحه، جبت لكم هاد لا مارك تاع كور دو سيريال. برغل عندهم الخشين المايه والرقيق، انا استعملت الخشين يجي بزاف بنين وعلى حبه. شلوه وخلوه في الماء بيد ما نجيبوا الخضره اللي شفتوها في الفيديو اللي تكون مقطعه رقيقه تتقطع ما تحرحوهاش. قلوها في شويه زيت وملح، من بعد زدت لها الطوماطيش، سنينه تاع الثوم، طماطم المسبره، فلفل كحل، توابل الدجاج وعكري حار. زدت هذاك البرغل اللي كنت شللته مليح في الصفايه ونقليهم مليح. كي يتقلاو كل كيلو برغل تقابلها 2 كيلات تاع الماء، نمرق ونغطي ونخليه يطيب على نار قليله. انا هنا كانت عندي كميه تاع شامبينيون قليتها في شويه زيت وزبده وفلفل كحل، نحيت كميه خبيتها والباقي درته. زدت له كريمه الطبخ، جبن، سنينه تاع الثوم، لا موتارد، شويه زعفران والفلفل كحل ونطيبها. بعد ما طاب لي البرغل يجي على حبه ما يتعجنش ويجي بزاف بنين، زدت له الجمره باش تجيني فيه ريحه الجمر وحطيته بجيه. وباش نقلو الكوردون بلو ديالنا لازم نبانيوه، نحتاجو شابلوغ تكون مليحه، وانا استعملت شابلوغ تاع لا مارك كور دي سيريال بزاف بنينه، فيها واحد الريحه تهبل. الكوردون بلو نجوزوه في الفارينه، من بعد في البيض، من بعد في الفارينه بيض، من بعد لا شابلوغ، ونقلوه في زيت تكون سخونه نار متوسط، نقطعوه ونحطوه في الطبق واستمتعوا لي بالبنه. جربوا الوصفه. سلام.